راجل قعد على عرشه مذهب نفسه زي الطاووس، وإن وراه جيشه وجهاز الأمن الداخلي اللي بناه على إيده بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية، وتحت العرش كنوز من المال لا تنضب. كان فاكر انه امتلك الدنيا وما فيها، لكنه ما كانش ممكن يتخيل في أسوأ كوابيسه انه في خلال سنين قليلة هيتم ازاحته من فوق عرش الطاووس، هيتم ازاحته بثورة شعبية، وانه هيستجدي من كل حلفائه او اللي كانوا حلفائه انهم يقبلوه هو واسرته ضيف في بلادهم. لكن كتير منهم رفض انه يستقبله حتى ولو بصفة لاجئ. عاد رجل الدين الإيراني آية الله الخميني إلى بلاده قادما. قرر شاه إيران أخيرا مغادرة البلاد إلى مصر. في سنة 1971 أقام الشاه حفل أسطوري بمناسبة مرور 2500 عام على إقامة النظام الملكي في إيران. حضروا 86 ملك وأمير ورئيس دولة، منهم ملوك النرويج والسويد وتايلاند والدنمارك وبلجيكا واليونان، ورؤساء وزراء فرنسا وإيطاليا والبرتغال، وكل ملوك وأمراء الخليج، وكلهم جم من بلادهم عشان يجاملوا محمد رضا الشاهنشاه ملك الملوك آريا مهر، نور الجنس الآري زي ما كان بيطلق على نفسه. ومن نتاج الإحساس بالعظمة بدأت طقوس البلاط الملكي أو الشاهنشاهي بقى تتغير. بدأ يبقى فيه انحناءات بطرق مختلفة، والرجوع بإحدى القدمين للخلف عند تحية الإمبراطور، وعلى الزوار أن يتركوا الحضرة الملكية وهم ماشيين بظهرهم، وحاجات من النوع ده. وخلال حقبة السبعينات ولحد منتصف سنة 1978 تقريبا كان الشاه هو الرجل القوي المتحكم في كل شيء في إيران، وكانت ثروة الدولة لا تزال تتضخم نتيجة ارتفاع أسعار البترول بعد حرب 1973، والشاه وأسرته غرقانين في الملذات واقتناء الجواهر والعقارات والبيوت والمنازل الفارهة في لوس أنجلوس وباريس ونيويورك ولندن وسان موريتز في سويسرا وريفيرا. وبيحكي بعض المصادر إن عواصم في دول كبيرة كانت بترتب للشاه سهرات في فنادق كبرى مع نجمات السينما الأمريكية في هوليوود، وامتد الأمر إلى ليالي غرامية مع فتيات جميلات، وده أمر كان بيسيء حتى للإمبراطورة فرح مرات الشاه. لكن على الجانب الآخر كان الشعب الإيراني غارق في التضخم والفقر والتكدس في العاصمة طهران، اللي كانت سجونها مش بس مكتظة بالمعارضين، لكنها كمان كانت مكتظة بأحدث وسائل تعذيب الإنسان في العالم. وكان منتقدي النظام من الكتاب والمعارضين مش بس معرضين للاعتقال، دول معرضين كمان للقتل على ايد عملاء السفاك. ومنهم على سبيل المثال المفكر الإيراني الشهير جدا علي شريعتي، صاحب مقولة ان مفيش فرق بين الاستعمار والاستحمار، الا ان الاول بيأتي من الخارج والثاني بيأتي من الداخل. قتل في لندن في ظروف غامضة، وكان سائد في إيران ان جريمة قتل علي شريعتي تمت على ايد عملاء السفاك. وخلال حقبة السبعينات كانت المشاعر السلبية بتتراكم داخل وجدان الشعب الإيراني تجاه الشاه وأسرته وحاشيته بسبب سياسات الشاه من ناحية، وبسبب صعود الموجة الإسلامية في الفترة دي من ناحية تانية. وأضف لده إن في البيئة الشيعية الإيرانية كان للمعارضة الدينية قابلية تعبئة خاصة لأسباب تاريخية ومذهبية معروفة. ورجع دور الخميني يظهر من جديد. لكن مين هو الخميني؟ الخميني أو روح الله الموسوي هو راجل دين اتولد في مدينة خمين جنوب قم. مات أبوه بعد شهور قليلة من ولادته، وماتت أمه وهو عنده 16 سنة تقريبا. انتقل الخميني للحوزة العلمية في قم واهتم بالعلوم الشرعية. كان راجل فقير لدرجة انه ما كانش عنده بيت، وكان بينام في المسجد اللي بتنعقد فيه الحوزة، وكان زاهد وحياته بسيطة جدا، حتى انه كان بينام على دشك، ودشك يعني ملاية او بطانية بيفرشها على الارض، وعمره في حياته ما نام على سرير. حتى بعد ما اصبح المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية وصاحب الكلمة الاولى والاخيرة فيها، وكل ممتلكاته من الدنيا حتى في الوقت ده فضلت هي الدشك وصندوق صغير بيحتوي على ملابسه وطبعا كتبه، ولا يملك غير ذلك من الدنيا. لكن اللي كان بيميز الخميني عن غيره ان كلماته كان ليها واقع السحر على الأذان، وكان بيستخدم في خطبه مفردات وعبارات سرعان ما بتتسق وتتكرر على ألسنة العامة. الخميني كان بيشوف ان الفقهاء
هم بس اللي يقدروا ينوبوا عن الإمام المهدي، الإمام الغائب وفقا للعقيدة الشيعية، ويتولوا أمور الناس وشؤون الحكم، وإن حبر أقلام الفقهاء مقدس كدماء الشهداء. وفي لقاء مع محمد حسنين هيكل بعد نجاح الثورة، سأل هيكل الخميني عن إزاي الفقيه يحكم دولة وإزاي يتعامل مع مشاكل زي الاقتصاد أو الفضاء مثلا. رد عليه الخميني وقال له يعني هم العسكريين اللي استولوا على السلطة بيعرفوا إيه عن الاقتصاد أو عن الفضاء؟ على الأقل الفقهاء يعرفوا شريعة الله، أما هؤلاء فلا يعرفون شريعة الله ولا شريعة الإنسان. وبداية من سنة 1963 لما تم نفي الخميني خارج إيران، استقر في النجف الأشرف في العراق، ولم يتخلى عن حوزته العلمية في قم، وبدأ يسجل خطبه على شرايط كاسيت ويبعتها لمورديه في الحوزة. وكان طلاب الحوزة وغيرهم من الحوزات الأخرى بيعيدوا طباعة شرايط الكاسيت ويوزعوها، فأصبحت خطب الخميني عبرة للحدود والحوزات، وما كانش بيعتبر نفسه إمام شيعي، كان شايف إنه رجل دين مسلم بيوجه خطابه لكل المسلمين في العالم. وكان في كل خطبه بيهاجم الشاه وأمريكا وإسرائيل، وبيطالب أن أموال التبرعات في الحوزات العلمية في إيران يجب أن يذهب جزء منها للفلسطينيين. وفي 1978 لما طلب الشاه من صدام حسين منع الخميني من إلقاء خطب ضد الشاه ومنعه أيضا من مغادرة العراق لتحجيم نفوذه فيها، كان رد صدام حسين إن ده معناه القبض على الخميني، وهذا أمر لا يمكن القيام به. صدام حسين كان سني لكنه كان بيدرك جيدا يعني إيه إنه يعتقل إمام شيعي بيحظى بمرتبة آية الله العظمى. وفي أحد الأيام وأثناء قيام مصطفى ابن الخميني بنقل شرايط خطبه من العراق إلى إيران، تم القبض عليه وتم قتله، ودارت الشكوك حول السفاك. قامت الدنيا في إيران ضد الشيعة، وأقام الإيرانيين العزاء على مصطفى في طهران وقم وتبريز وأصفهان، وتوالت مجالس العزاء لحد يوم الأربعين. وبعد الأربعين طالب الخميني الإيرانيين بمقاطعة المؤسسات الحكومية، ومن هنا بدأت أولى إرهاصات الثورة، وترك الخميني العراق وتوجه إلى فرنسا وأقام في ضاحية غرب باريس. الخميني كان مدرك أن أكبر خطر على الثورة هو الجيش الإيراني اللي كان كبار الضباط فيه بيدينوا بالولاء للشاه وليس للشعب، وكان همه الأكبر هو تحييد الجيش وليس مواجهته، لأنه كان مدرك أن مواجهة الجيش أمر مستحيل. كانت تكتيكات الخميني بتطالب المتظاهرين بعدم مواجهة الجيش تحت أي ظرف، وكان بيقول للناس إن الجنود والضباط جزء من الشعب وبيشعروا بنفس المشاعر زي بقية الناس، وكان بيطالب المتظاهرين ألا يواجهوا الجيش في صدره بل في قلبه. يجب أن تناشدوا قلوب الجنود حتى وهم يطلقون عليكم النار، وحتى لو قتلوا 5000 أو 10,000 أو حتى 20,000 قبلوهم بالترحاب، وسوف نبرهن على إن الدم أكتر قوة وأكبر قوة من السيف. ووجه خطابه للضباط والجنود، قال لهم لا يجب عليكم أن تخدموا الشاه فهو شيطان طاغوتي، وأنتم جنود الله المستضعفين، ويجب عليكم ألا تطلقوا الرصاص على الشعب، وكل رصاصة بتصيب قلب مسلم هي أيضا رصاصة بتصيب قلب القرآن. وطالبهم بالرجوع إلى أسرهم وإلى قراهم وإلى أراضيهم، وأن يعودوا إلى المسجد وإلى الله. وكانت النتيجة إنه بدأ أعداد من الضباط والجنود يهربوا من الخدمة العسكرية. الخميني طالبهم بعد كده إنهم ياخدوا سلاحهم معاهم، وكانت كلماته ليهم واضحة وبسيطة: أنتم جنود الله وهذه أسلحة الله. وبالفعل في أول يناير سنة 1978 كتيبة كاملة من الجيش مكونة من 500 جندي وعسكري هربت من الخدمة العسكرية ومعاها أسلحتها، وانتشرت الاضطرابات في كل أنحاء البلاد. وعلى الجانب الآخر جهاز السفاك استخدم التكتيكات التقليدية المعروفة لأجهزة الأمن: إساءة السمعة واغتيال الهوية. قسم الإعلام في السفاك كتب مقال وأرسله لجريدة إطلاعات عشان تنشره، ورئيس التحرير كان متردد ينشر المقال لكنه اضطر يطيع الأوامر، وكان المقال بيتهم الخميني إنه فاسد وشاذ جنسيا، وتم بالفعل نشر المقال. وعلى الفور اتجهت الجماهير الغاضبة لمقر جريدة إطلاعات وحطموا واجهة المقر والنوافذ، وزادت رقعة المظاهرات في البلاد. بدأت أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية تزيد داخل إيران، وكانت النصايح اللي بتتقدم للشاه من حاشيته وحلفائه
ما بتخرجش عن 3 نصايح: إما إدخال قسط من الحرية على المناخ العام في إيران، وإما الضرب بإيد من حديد لسحق الثورة بالقوة، وإما أن يأخذ الشاه أجازة ويخرج في رحلة إلى خارج البلاد لتهدئة أعصابه، ويترك على العرش مجلس وصاية تترأسه الإمبراطورة فرح مرات الشاه، وإذا تحسنت الأمور يعود الشاه، وإذا لم تتحسن تستمر الإمبراطورة في الحكم لحين وصول ولي العهد لسن الرشد. المعلومات اللي كانت بتتقدم للشاه في الأيام دي كانت بتقول إن المتظاهرين حفنة قليلة من المتآمرين والشيوعيين، لكن بعض المقربين منه ومنهم زوجته الإمبراطورة فرح ترجته إنه يلتفت للي بيحصل في الشارع، وإنه عليه إنه يحصل على معلومات حقيقية غير المعلومات اللي بيتلقاها من المسؤولين. وبالفعل الشاه استدعى طياره الخاص وخرج معاه في جولة بالهليكوبتر فوق العاصمة، وكانت الشوارع مكتظة بالمتظاهرين. فسأل الشاه طياره وهو مندهش: هل كل هؤلاء الناس يتظاهرون ضدي؟ طيار سكت وما قدرش يرد، وكان في سكوته معاني كتير جدا. ورجع الشاه للقصر وكل معنوياته متحطمة، ودخل جناحه الخاص وأعطى أوامره لحراس الجناح إن محدش يدخل عليه مهما كان إلا بعد تفتيشه. وحصلت حوادث متعددة، منها حريق كبير شاب في سينما مزدحمة في مدينة عبدان مات بسببه 430 إنسان. وقيل بين أوساط المعارضة إن السفاك هي اللي رتبت الحريق عشان تبث الرعب في قلوب الناس وتتهم المعارضين بتدبير الحريق، لكن الأمر جه بالعكس. زادت المظاهرات والهتافات في عبدان يسقط الشاه، وتحركت قوات البوليس وأطلقت النار فوق رؤوس المتظاهرين. الشاه اختار التهدئة وقام بتغيير الوزارة، واتخذت الوزارة الجديدة قرارات سريعة، منها الإفراج عن المسجونين السياسيين وزيادة المرتبات بنسبة 40% والسماح للأحزاب بممارسة نشاطها وإجراء انتخابات جديدة واحترام حقوق الإنسان وإعادة العمل بالتقويم الهجري بدل التقويم الأخميمي لاسترضاء المعارضة الإسلامية. وبعد أسبوع من تعيين الوزارة الجديدة خرجت في طهران أكبر مظاهرة في تاريخها. خرج في الشارع أكتر من 100,000 متظاهر بيطالبوا بخلع الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية وعودة الخميني من المنفى. الحكومة أعلنت الأحكام العرفية وفتحت القوات نيرانها، ومات عشرات أو مئات المتظاهرين. واستمرت خطب الخميني اللي كان في الوقت ده في باريس تحذر المتظاهرين من تحدي الجيش بكلمات واضحة: تحدثوا إلى الجنود، ادخلوا معهم في حوار، لا تطلقوا عليهم النار ولا حتى الحجارة، عروا صدوركم أمامهم. واضطر الشاه لتعيين حكومة عسكرية، وألقى خطاب على الجماهير قال فيه: لقد وصلتني رسالتكم الثورية، وأعدكم بأن أصلح أخطاء الماضي، وأن أحارب ضد الفساد والظلم، وأن أشكل حكومة قومية تقوم بإجراء انتخابات حرة. وقال إن الحكم العسكري هيكون مؤقت، ولما ينتهي ستسود الديمقراطية في إيران. ورد الخميني من باريس إن الحكم العسكري ينذر بحرب أهلية بين الجيش والشعب. وبدأ شهر محرم، الشهر المقدس عند الشيعة، في 2 ديسمبر 1978. وتحسبا لمظاهرات الحزن فرض الجيش حظر التجوال، وجاءت الكلمة من الخميني: فلتتحدوا حظر التجوال. وأطاع الناس تعليماته وازدحمت الشوارع بالمظاهرات، وأطلقت القوات النار وسقط عدد من القتلى. ووجه الخميني كلامه تاني للجيش: أنتم تقومون بقتلنا ونحن نغفر لكم، لكن انتبهوا إنكم كل يوم تصنعون مزيدا من الشهداء. وبدأت الأيام الأخيرة، الوضع كان بيتردى كل يوم، والحكومة بتفقد سيطرتها على الشارع. وأرسل السفير الأمريكي في إيران برقية لواشنطن قال فيها إن الشاه في أيامه الأخيرة. وانعقدت اجتماعات في العاصمة الأمريكية لبحث الموقف، وجي ممثل من الحكومة الأمريكية لمقابلة الشاه. وأول ما قابله سأله سؤال واحد مباشر: متى سوف ترحل يا سيدي؟ وكان الشاه بالفعل أصدر بيان رسمي يوم 6 يناير 1979 قال فيه إنه بيعتزم مغادرة البلاد في أجازة لحين استتباب الأمور، وإنه محتاج للراحة، وإن مجلس وصاية سوف يحل محله. وغادر الشاه إيران وترك خلفه رئيس الوزراء والجيش والسفاك على أمل إنهم يحلوا الموقف. وفضل لمدة 5 أيام في المغرب. كان من المقرر إنه يذهب إلى أمريكا للعلاج، لكنه تلقى رسالة من هناك أفادت بأن الحكومة الأمريكية لن تستطيع استقباله. وفضل في المغرب لبعض الوقت لحد ما الملك حسين أرسل له رئيس ديوانه عشان يخبره بأدب
أنه لن يستطيع منحه حق اللجوء السياسي، لأن مشاعر المسلمين في كل الدول الإسلامية أصبحت مع الخميني وضد الشاه. وحاول الشاه والإمبراطورة الحصول من الأمم المتحدة على جوازات سفر لاجئين لدخول المكسيك، وابتدى يطوف على العواصم والقصور يبحث عن مأوى آمن بعد ما كان الملوك والرؤساء بيتسابقوا إلى وده، فإذا بأبواب كتيرة تغلق في وجهه. وجه ميعاد عودة الإمام. الخميني رفض أي تفاوض مع الحكومة الجديدة اللي أرسلت له رسل في مقره في باريس، ورفض أي حلول وسط، وأعلن أنه سوف يعود إلى طهران يوم 1 فبراير 1979. كانت الجماهير مستعدة لاستقباله ومواجهة الاستشهاد من أجله. استقل الخميني طيارة الخطوط الفرنسية وصعد للجزء العلوي منها، وتوضى وصلى من أجل أولئك الذين سوف يواجهون الموت، وأكل كوباية زبادي وفرش الدشك على أرضية الطيارة ونام. لكن كل اللي كانوا معاه في الطيارة كانوا بيسألوا سؤال واحد: هل سوف يطلقون علينا النار بمجرد وصول الطائرة؟ كتير منهم كانوا خايفين، ويمكن أغلبهم ما نامش دقيقة واحدة، لكن الخميني كان نايم في هدوء وسلام واطمئنان. صحي الخميني قبل الفجر وتوضى وصلى صلاة الشهادة، وكانت الطيارة خلاص دخلت الأجواء الإيرانية. جلس الخميني بجانب النافذة وأطال النظر على طهران، المدينة اللي ما كانش شافها من 14 سنة. الحكومة والجيش أعلنوا أنهم مش مسؤولين عن تأمين الخميني بعد وصوله للمطار، وكانوا بيعتقدوا أن التحام الناس بالراجل العجوز اللي عمره اقترب من 80 ممكن يكون هو السبيل الوحيد الأخير للتخلص منه. وصل الخميني وأقام في المدرسة الحسينية كمقر مؤقت، وأعلنت الحكومة حظر التجوال مرة تانية، لكن الخميني التقط قصاصة ورق وكتب عليها: تحدوا حظر التجوال بعون الله. وانتقلت الورقة لشاشات التلفزيون، وعلى الفور اتملت الشوارع بالمتظاهرين اللي تحدوا حظر التجوال. وكان ده اليوم الأخير قبل نجاح الثورة. وانضم معظم صغار الضباط ووحدات الجيش للمتظاهرين، ولم يبقى على ولائه للشاه سوى بعض كبار الضباط، وكتير منهم إما قتل أو انتحر. أما الشاه فكان لا يزال يبحث عن ملجأ. الحكومة البريطانية رفضت تديله تأشيرة دخول رغم أنه بيمتلك هناك مزرعة خاصة، والحكومة السويسرية رفضت هي كمان رغم أنه كان بيمتلك هناك فيلا دفع فيها 6 مليون دولار بقيمة أموال هذا الزمان، لأنه كان بيهوى التزحلق على الجليد هناك. وحتى فرنسا لم ترد أصلا على طلب تقدم به الشاه للسماح ليه بالعلاج هناك، خصوصا أن أطباء الخصوصيين كانوا فرنسويين. وكان تعليق الشاه أن جيسكار ديستان رئيس فرنسا كان يلعق حذائي، وفي يوم من الأيام جه من باريس إلى قصري في سويسرا فقط ليشرب معي فنجان شاي. الآن قد تغيروا جميعا، لكن الشاه ما كانش مدرك أنهم ما تغيروش ولا حاجة، هو اللي اتغير، أصبح لاجئ ولم يعد إمبراطور. وفي شهور قليلة تبخر كلما بدا يوما ثابتا لا يهتز. سقط عرش الطاووس وسقط الشاه، مش لأن الخميني قرر يتحداه، ولا لأن حلفائه قرروا يتخلوا عنه، ولا لأن الجيش انضم للمتظاهرين، لكن لأن الشاه هو بنفسه اللي حط إيران عند حافة الهاوية. سلام يا بهجة.